النهارده عاملين الفيديو بتاعنا مميز جدا جدا جدا. عاملين الكريب الحي، وكمان الكريب بتاعنا النهارده عاملينه بحشوه جميله بجد بجد. حباكم كلكم تخشوا تشوفوا الفيديو. ان شاء الله الفيديو بتاعي هيعجبك. ممكن تعملي الاكله بتاعتي دي كوجبه عشاء، كوجبه اساسيه غدا. ممكن كمان تعمليه لاولادك، تحطيه في اللانش بوكس. الولاد كمان هيكونوا سعداء جدا جدا بالاكله دي. يا رب النهارده الفيديو بتاعي يعجبك. يلا ادخلي وقولي لي ايه رايك، ولو عجبك الفيديو اوعي تنسى اللايك. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناه ابداعات فرح. انا النهارده اتطلب مني الكريب الحي، فانا صراحه يعني عاملاه لواحده حبيبتي جدا جدا جدا، وهي فكرتني بيه. قالت لي انا طلبت منك قبل كده وانا حامل وعاوزاه ونفسي اكله وكده. فانا قلت لها عيوني طبعا. فان شاء الله النهارده هنعمله لحبيبتنا وصديقه القناه. يا رب ان شاء الله تعمليه ويعجبك. وزي ما انت شايفه المكونات بتاعته بسيطه جدا جدا، وكمان مفيش اسهل من كده. انا هنا معايا كوبايه الا ربع حليب، وربع كوبايه ميه. يعني زي ما بتقولي كده الكوبايه الا ربع بنكملها بربع كوبايه الميه عشان خاطر ان ما يبقاش طري، وكمان ما يبقاش ناشف. ومعايا حبيتين من البيض وكوبايه دقيق. نفس كميه نفس الكوبايه دي عيرتها دقيق زي ما انت شايفه كده، ونص معلقه ملح. هي دي كل الحكايه، ودي كل الحاجه اللي احنا ان شاء الله هنستخدمها في الكريب الحي. انا هنا عشان خاطر يبقى الكريب بتاعي ناعم ما يبقاش فيه اي كلاكيع، كله هضربه هنا قدامك في الكبه بتاعتي او في الخلاط بتاعي. بيبقى سهل جدا، وكمان بيبقى يعني العجينه بتاعته لازم اوريها لك عشان خاطر تشوف القوام بتاعته. انا هضربه الحاجات دي كلها هضربها هنا اهواتي في الكبه، وان شاء الله هرجع لك اوريك القوام بتاعنا. انا هنا ضربته في خلاط وحابه اوريك القوام بتاعه. شايفين القوام؟ هو ده القوام اللي انا طالباه. هنعمل بيه احلى كريب ممكن ان شاء الله تاكليه يا رب كده ويعجبك. وزي ما انت شايفه طريقته سهله جدا. بس حابه اقول انا نسيت اقول حطيت معلقتين زيت، بس معلقتين زيت مش اكتر من كده. يا حبيب قلبي ده القوام اللي احنا عاوزينه، ولا تقيل ولا خفيف. زي ما انت شايفه كده القوام بتاعه وناعم جدا جدا جدا. واذا حسيتي القوام ضربتيه انت مثلا بمضرب سلك يدوي، وتلاقيت القوام ممكن يبقى فيه اي كلاكيع، يا ريت تبقي تصفيه. بس انا طبعا متاكده ان مفيهوش اي حاجه. يلا بينا نشوف ازاي هنسوي الكريب بتاعنا. زي ما انتم شايفين انا حطيت صينيه البيتزا، فاحط نقطه واحده من الزيت وخلي كده صينيه البيتزا بتاعتي بالراحه خالص. مسحه يعني مش عاوزه اقول لك قد ايه، بتبقى مش كتير خالص، مسحه زيت بالظبط وهي سخنه زي ما انتم شايفين كده. هجيب كده الكبشه بتاعتنا وهنزلها وهبدا اوسعها بالطريقه اللي انت شايفاها دي. عايزه ممكن اكبرها اكتر زي ما انت شايفه كده. بحط حبات قليله جدا كده واكبرها، تبقى سهله جدا الحكايه، ما فيهاش اي تعب كده. زي ما انتم شايفينها خلاص بدات بالراحه خالص كده. هنبدا نقلها كده بالراحه، ونقلبها كده وهستنى عليها دقيقه بالظبط وهنزلها كده. خلاص زي ما انتم شايفينها كده. هنبدا نشيلها خالص من على النار. حلوة. وخلاص كده سوينا اول واحده، وهكمل كل الموجود عندي وهرجع لكم. هنشوف هنعمل ايه مع بعض في الحشوه بتاعت احلى كريب.
ما سوينا خلاص الكريب، دلوقتي بدأنا نعمل الحشوة بتاعت الكريب. زي ما انت شايف الكريب معايا مستوي وجميل جدا، شايفين جميل ازاي. هنا هنبدأ دلوقتي وهنحشي ان شاء الله الكريب، وهنبصمه كمان في الطاسة، وهنعمل مع بعضنا الكريب ان شاء الله. صدقيني لو عملتيه بنفس الطريقة هتاكليه، يعني مش هقولك احلى من بره. بتاع بره ده صدقيني مش بيبقى فيه اي حاجة طعم، مش هيبقى حليب صافي، مش هيكون ابدا زي حاجه البيت بتاعتك. وخصوصا لما تعمليها بايدك كمان بيبقى اجمل واجمل. انا هنا جايبه عامله بانيه، ان شاء الله هحط لك لينك البانيه في صندوق الوصف. وهنا جايبه جبنه رومي وجبنه شيدر، وحاطه فلفل وطماطم وزيتون والكاتشب. ويلا بينا نحشي احلى كريبايه عشان خاطر صديقتنا وحبيبتنا. يلا بينا. دلوقتي زي ما انتم شايفين جايبين الكريب كده معانا، وهبدا اتنيها بالطريقه دي. واول حاجه ناوي احطها، هحط جبنه شيدر، وممكن كمان احط الجبنه الرومي، بتبقى ظريفه جدا بالجبنه الرومي. وهحط كده البانيه، وكمان من الطماطم والفلفل. لو عندك كمان الخس بيبقى جميل جدا. ونحط كمان حبة كده من الزيتون. وبعدين هنجيب الركن الشمال كده الاول، الطرف الشمال، وبعدين هجيب الطرف اليمين كده فوقيه. ودلوقتي هنروح نبصمه على النار. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي هنسخن كده الطاسه بتاعتنا، وهنبدا نبصمه على النار، ونضغط عليه كده ونقلبه بالراحه. الحشوه اللي طلعت كده منه هتدخليها برضو بكل بساطه. هسيبه كده قد دقيقتين، عاوزه اسيح الجبنه اللي انا حطاها. وكده خلاص احنا. وهرجع لك في الشكل النهائي. شايفه الجبنه كده بدات تسيح كده، هقلبه كمان تاني على الوش ده عشان اسيح الجبنه. هرجع لك ان شاء الله في الشكل النهائي بتاعنا، وتشوفي معانا النهارده عملنا اكله جميله جدا جدا. وكده زي ما انتم شايفين ده الشكل النهائي بتاعنا. وهنحط كمان عليه الكاتشب بتاعنا كده. صدقيني الموضوع مش شكل بس، الطعم كمان اجمل واجمل. بجد بجد حباكم تعملوه لكل اصدقاء برنامج قناه فرح. يا رب ان شاء الله تعجبكم وتعملوها. وبقول لصديقتنا احنا وفينا بالعهد، وان شاء الله تعمليه ويعجبك. وما تنسوناش تعملوا لنا، اذا عجبك الفيديو تعملوا لنا لايك، وتشتركوا في قناتنا، وتشيروا لكل اصدقائكم، خلي الكل يستفيد. وكمان لو اول مره تشوفوا الفيديو بتاعي يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس، وان شاء الله هيوصلك كل جديد من قناه ابداعات فرح.